صحيتي بدري ليه يا حبيبتي؟ عشان ألحق أحبك قبل ما الدنيا تاخدك مني طول اليوم. خد بالك من نفسك وكل قبل ما الجوع يتعبك. أحلى حاجة في شغلي إني عارف إن حد مستنيني أرجع له. يا رب يرزقك يا حبيبي ويعدي يومك على خير. شكلك تعبت قوي النهاردة غير وارتاح، وأنا هحضر الغدا حالا. الدنيا بره صعبة قوي. عشان كده ربنا عمل بيت عشان ترتاح. أجمل لحظة في يومي لما أفتح الباب وألاقيكي. وأجمل لحظة عندي لما ترجعلي سليم يا حبيبي. تفتكري الحب الكبير بيكون إزاي؟ إنك تخرج تعبان وترجع تلاقي حد يهون عليك التعب. الحب الحقيقي مش اللي يبدأ بالكلام الكبير، لكن اللي يعيش في التفاصيل الصغيرة. يا يحيى، يا غزل، مين أكل الشوكولاتة اللي كانت في التلاجة؟ مش أنا يا ماما. الشوكولاتة دي بتاعتي، هخبيها هنا علشان محدش ياخد منها. لقيتها، غزل مخبياها يا ماما. لا، دي كانت واقعة، سيبها، دي بتاعتي لوحدي. قولولي بقى بصراحة، مين اللي خبى الشوكولاتة؟ أنا يا ماما، بس كنت عاوزاها لوحدي. بس يا غزولة يا حبيبتي، الحاجة الحلوة لما تتقسم طعمها بيبقى أحلى. أيوة، المرة الجاية نقسم الشوكولاتة من الأول. بس أنا اللي ألاقيها الأول. يمكن الشوكولاتة خلصت، لكن اللحظة دي هتفضل ذكرى جوه قلبهم طول العمر. علموا ولادكم إن الحلو لما يتقسم الفرحة بتكبر والضحكة تطول والحب يفضل ساكن في البيت، لأن الذكريات الحلوة مش في الشوكولاتة نفسها، الذكريات الحلوة في اللي شاركناهم طعمها. 8 سنين جواز، البيت واسع مرتب لكنه فاضي من أهم حاجة. يمكن السنة دي يا رب نفسي أكون أم. اتأخرت ليه؟ كنت عند أمي. كل مرة هتسألي نفس السؤال، لحد إمتى؟ الناس كلها خلفت وبقى عندها أولاد إلا أنا. نفسي في ولد شبهك. لا، أنا عاوزة بنت شبهك. يا ابني اتجوز، حقك يبقى عندك عيل. طيب يا ماما، هفكر في الموضوع. لازم تخلف ويبقى عندك عيال، ده حقك يا ابني. أمل، إحنا لازم نتكلم. أنا بفكر أتجوز. تمام، يمكن ده الحل. أنتي مش زعلانة؟ المهم انت تكون مبسوط. متشكر إنك متفهمة. المهم تبقى مبسوط. أخيراً هبقى جدة. أنا محتاج أبدأ من جديد. انتي مجنونة؟ ليه ساكتة؟ لأني بحبه ومش عاوزة أجرحه. وعدتك أكون سندك حتى لو على حساب قلبي. لو سمحتوا، أنا عاوزة أحكي لكم حاجة. 8 سنين وأنا سامعة نفس الجملة، إن المشكلة مني أنا.
بس الحقيقة المشكلة عمرها ما كانت فيا. انا اللي عملت التحاليل والزوجه طلبت مني محدش يعرف. يعني ابني هو السبب؟ انتي كنتي عارفه كل ده ليه ما قلتيش؟ علشان رجولتك كانت أهم عندي من حقي. انا ظلمتك، سامحيني على كل مره بصيتلك فيها بنظره لوم. أنا سامحتك بس أنا نسيت نفسي وأنا بحبك. أنا ماشية مش علشان بطلت أحبك، أنا ماشية علشان أرجع أحب نفسي. مش كل نهاية خسارة، بعض النهايات نجاة. الحقيقة ممكن تتأخر، لكنها دايما بتوصل في الوقت اللي ينقذ روح حد كان بيتكسر بصمت. 8 سنين وهي شايلة ذنب مش ذنبها علشان تحافظ على رجولة راجل قرر يستبدلها، لكن الحقيقة عمرها ما بتفضل مستخبية. أنا بحمد ربنا إن عندي صاحبه زيك يا نور. إحنا مش صحاب يا ملك، إحنا إخوات. إنتي الوحيدة اللي بحكي لها كل حاجة، وأنا عمري ما سيبك يا حبيبتي. مالك يا نور بقيتي مشغولة اليومين دول ليه؟ لا عادي بس ظروف. انتي متغيرة معايا ليه؟ أنا بعتلك امبارح ما رديتيش عليا. لا نسيت أرد بس. هي بعدت عني ولا أنا اللي حاسة زيادة؟ ملك حساسة قوي، بتتعبني بصراحة. أنا بتعبها؟ انتي بتقولي عليا حساسة من ورايا؟ استني، انتي بس فهمتي غلط يا ملك. انتي بصراحة مكبرة الموضوع قوي وأوفر. أنا بس اتكسرت. مش عشان بقينا أصحاب شوية يبقى لازم نفضل قريبين طول العمر. بس أنا كنت حقيقية معاكي. أنا كنت بدافع عنك قدام الكل وانتي بتتكلمي عني. المشكلة مش إنك بعدتي، المشكلة إني كنت شايفاكي أمان وبثق فيكي. خلاص كل واحد يركز في حياته. تمام. أصعب درس اتعلمته إن مش كل حد قريب يبقى صديق. الصاحب الصح مش بالكلام الحلو، الصاحب الصح أمان، واللي يكسرك من وراك عمره ما كان صاحب.